جولتي في عرعر أيضا في مستشفى اسمه مستشفى العويقيلة. هذا المستشفى حصلت على مناقصة من مصادري الخاصة كاملة. أنت كمحامي أبو خالد لو تطلع عليها بشكل عام تلقاها من أول ورقة إلى آخر ورقة كاملة بالالتزامات باللجنة بالموارد المالية. وجدت فيها أسعار خيالية. يعني مثلا من ضمن المناقصة، طبعا أنا ما راح أعرضها على الشاشة لأنه في أسماء شركات وفيه القضية يعتبر اتهام من حق وزارة الصحة أنها ترد، بس ما حد رد علينا. وأنا من غيرتي الوطنية على الفلوس اللي قاعدة تهدر هناك لازم اني اظهرها عشان يشوف المسؤول لها حل. يعني ميزان حرارة الكتروني، اي واحد يسمعني الان يشوف الميزان الحرارة الالكتروني اللي هو ممكن يكون هذا احنا مقيمينه. يعني واحد قيم لنا ميزان حرارة الكتروني ب 1500، اعلى سعر وصلنا 1500. واحد قيم لنا انه يسوى له 35 ريال، وواحد كتب 20 ريال، واحد كتب 320 في شارع الضباب. احنا قيمنا كل هالاسعار، مدخلين 15 حبة، الحبة الواحدة ب5500 بقيمة 82,500. هذا مستشفى صغير يبعد حوالي 100 كيلو أو 150 كيلو عن عرعر. تناظر كل الأسعار تلقاها مدبلة إلى اللي مضروبة في 10 واللي مضروبة في 20. عندك الترولي الخاص للأدوية المخدرة، عرفت الترولي الخاص الترولي هذا الفضي خاص للأدوية المخدرة، مكتوب هنا دخلوه المخرج معي، مكتوب هنا دخلوه انه ب14,000 طبعا، وهو قيمته 300 ريال، واغلى واحد قيمته 4000 ريال. بس انا ما ادري اي ترولي دخلوه للمستشفى. انا ما قدرت احصل على هالمعلومة لانه في مستشفى العويقلية الترولي ما ينشاف امام العين، ما شفته. فمدخلينه ب14,000. القائمة تطول، الأرقام اللي جتنا من الشركات الصادقة مخجلة. يعني لو تقارنها تلقاها يعني شيء مثلا ب40 ريال، هنا ب9000. لمبة كشف مدخلينها ب5000 ريال، واحد قال تراها ب300. ففي مخالفات مالية، وحصل برنامج الرئيس على جميع أطراف المعاملة. يعني هذا اللي حصلنا عليه ورقة واحدة في مستشفى، فما بالك بالمستشفيات الثانية. وإحنا ما نطعن في نزاهة أي أحد، ولكن الأسعار المبالغ فيها قد يكون أنه اختراق النظام لخدمة النظام، قد يكون، ولكن مو بهذا الشكل. وش تعليقك كقانوني يا أبو خالد؟ أولا طبعا إذا كان نعود ونؤكد، من يرى الوضع الصحي اللي قاعد يصير اللي شفناه لا يستغرب وجود هذه الممارسات بغض النظر عن أسبابها. كلام صحيح. ولا شك أن الحكم على الشيء فرع من تصوره. بمعنى أنا لا أستطيع أن أحكم، ولكن بما أنه تركني أحكم فأنا أقول لك أن هذه تشم منها رائحة عفن، وتشم منها رائحة طال عمرك رجل غاب الضمير. فهذا رقم واحد. رقم اثنين، طال عمرك، هذه المسألة طبعا أعتقد أنه تم إثارتها سابقا. أعتقد هذا الملف تحديدا صحيح من قبل أشخاص لم يثار إعلاميا. لا ليس إعلاميا، أنه هناك مسؤول وصلوا هذا الملف somehow بطريقة أو بأخرى، ومع ذلك لم يتخذ موقف إلى اليوم. طيب